طبعًا أغلبيتنا في الفترة الأخيرة بيتابع برنامج دولة التلاوة. برنامج جميل ورائع اسمه دولة التلاوة. شفت كامل حلقة في هذا البرنامج وأبهرني صراحة البرنامج. طبعًا في كتير من المتابعين عندي من إخواتنا العرب لسه ما نزلش مصر. النهارده يا صديقي هنتمشى في شوارع دولة التلاوة علشان تلمس بنفسك جمال شعب دولة التلاوة. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان طبعًا يا صديقي لو ما حالفكش الحظ إنك تكون أحد الدارسين أو خريجين الجامعات المصرية، فهيبقى غريب عليك جمال صوت والدنا عامل الكانتين اللي هتسمعه معايا دلوقتي في أحد المدن الجامعية الموجودة في مصر. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صديقي المواطن العربي اللي لسه ما نزلش مصر، لو نزلت مصر يا صديقي اوعى تستهين بمصري لبساطة لبسه أو شغله، لأنك لو دردشت معاه شوية هتتفاجئ. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.